عذرا خليجي 25 لديك مشجعين غيظهم الموت. ما أقصر خط القدر وما أطول الأمنيات. بين السعادة والحزن طريق ذي قار البصرة، وبين الحياة والموت حادث مروري يمنع الوصول لمدرجات خليجي 25. بتوجيه من مدير عام مصرف الرشيد لمشاركة أهالي الضحايا بمصابهم اللي أفجع قلوبنا، توجه فريق من محافظة بغداد لمحافظة ذي قار، وبالتحديد قضاء سوق الشيوخ. هذا القضاء كان يعج بفرحة أبنائه وهم متوجهين لكرنفال الفرح صوب محافظة البصرة لمؤازرة أسود الرافدين، لكن القدر حول هاي الفرحة الحزن، خيم على بيوت العراقيين من الشمال للجنوب. مشينا بشوارع وأزقة القضاء سالكين الطريق اللي يوصلنا لمنازل الشباب، شباب غيبهم الموت، عافوا ضحكاتهم وكلماتهم ومحبيهم، صور على جدران البيوت وأحلام خطفها القدر. دخلنا المنزل المرحوم أكرم وابنه أحمد، ويا دخلة الأب شحلاها، كلمات بداخل قلب وعيون ابنه اللي كان ينتظر بلهفة وبراءة الأطفال عسى وأن يعود إنه. طبعا احنا اليوم مشكلة بمنطقة بالناصر محافظة الناصرية بقضاء سوق الشيوخ، وجينا حتى نزور العوائل اللي راحت ضحية، أكيد هم شهداء في خليجي 25. طبعا هذه عائلة من العوائل اللي راح، أو عدة عوائل راح نكون بزيارتها. إجا هذا الأمر استنادا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء بمنح مكافأة من مصرف الرشيد، ووجه المدير العام الأستاذ محمد أنه تكون أكو زيارة لهذه العوائل، أولا من باب أنه نواسي بمصابهم، هذه العوائل نواسيهم بمصابهم ونكون معاهم بهذه المحنة. ولو اجت يعني زيارتنا اجت متأخرة، لكن هي الظروف اللي شاءت انه نزوركم بهذا الوقت، ونقول ان شاء الله يا ربي العاقبة خير والله يصبركم ان شاء الله، وخاتمة الاحزان عليكم. يعني هذا اللي نقدر نقوله. اللي قاعد يمي هو أخو أحد الضحايا اللي راح بالسير من محافظة الناصرية إلى البصرة، وكذلك ابنه، يعني أخوك وابن أخوك. أخوي وابن أخوي وابن أختي. أخوي أكرم طالب فرغول مواليد 1984 من ساح بلدية العكيكة، وأحمد عمره 9 سنين ابنه تلميذ صف ثالث ابتدائي. وسام مواليد 93 يعني عمره تو كمل 30. وسام وسام قريب عليه. وسام متزوج، وطبعا جاي يحضر الماجستير. عنده وليد محمود عمره 5 سنين تقريبا، وبنية عمرها 2.5 أو 3 سنين. قلت لك الحادث هو من صار عن صدمة فجأة، الدنيا انخبصت عليهم. جاء وسام، يعني وسام رجله شايف الجزار من يكض الذبيحة يكسر العظام مالتها، شاف رجله مكسر، العظم الفخذ مخلوع، واحد معد مخلوع، رجحته بيدي. طبعا جماعة كانوا ما يدرون خطية من واحد تعرفون التليفونات وحادث بسرعة، يعني خلال هذا الموضوع نص ساعة، يعني حتى تاهت كان الوحيد أول واحد قريب علينا دوامه بالمستشفى. يعني سفنا انه هذا الحادث، هذا التهور اللي بالشارع، المجازفه يعني سواقنا يجازفون بارواح الناس، يعني سفنا هذا. اكرم اخوي عنده حسن نجح السنه اعفاء، نجح للثالث متوسط. اي هذا حسن ابنه الكبير. وزيون نجح للثاني ابتدائي. وميورة عمرها 1.5 سنة. قاعدين وياكم هنا هذا بيتهم، هم مستقل بيت ابوهم. هذا بيت ابوهم. اي ابوهم هذا بيتهم زراعي، بيت ابوهم مساح بالعكيكه هنا. الله يرحمه ان شاء الله، والبركه بكم بعد. شو نريد نقول يعني هذا جزاكم الله الخير. هذا نقول قضاء وقدر، نقول انه امر الله وماكو اعتراض على امر الله، الحمد لله والشكر. مره اخرى نقول اعذرونا، يعني انه احنا جيناكم بوقت متاخر وجيناكم بهيك يعني فاجعه، كنا نتمنى نجيكم بالافراح بامور اخرى، لكن هذا انه ما شاء القدر ان يوصلنا. أو كان نقدر نعطيكم إياه، لكن المدير العام قال لا ضروري إنه نوصل من باب المواساة، يعني مدير عام مصرف الرشيد، أو إنه نقول ندعو لكم بالصبر والسلوان وحتى نلتقي بالمصرف
إن شاء الله. منو المخول عن استلام المبلغ المخول عن عائلة أكرم أخوي زوجته، هي الوصية الشرعية وحجة الوصاية باسمها وترتيبها، وإحنا عمام وياهم، إحنا ما ناسينه، بس كترتيب قانوني باسم شبعاد أم حسن. هي الوريثة وهي عندها الوصاية مالت جهالها هي تدخل بالقاصرين، قلت انه هي باسمها صار الموضوع. رحنا هم نناشد ونطالب من رئاسة الوزراء والجهات المعنية ان يسهلون الامر، وكذلك احنا عندنا موضوع القاصرين، فعندنا مثل القاصرين، عندنا مثل عائلة أكرم حسن تقريبا اكبر الاولاد عمره ما قارب 15، فيحتاج 3 سنين يلا يطلع من القاصرين. زيوني يحتاج فد 12 سنه بعد. ميار اللي هو عمرها سنه ونص فد 17 سنه، يحتاج فد استثناء من رئاسه الوزراء او الجهات المعنيه ان شاء الله ما يقصرون انه استثناء حتى نستلم مبالغ ونقدر تعرفين دورات. راتبهم هم هسه يعني حتى من طلع راتبهم، فراتب مو مثل قبل، راتب مال متقاعد يعني متوفق، يحتاجون احتياجات البيت من مولد من ترتيبه هواي، تعرفين دورات وشغلاتهم وهاي، حتى احنا نريد نحاول نضمن هم مستقبلهم. احنا امانه يعني راح نوصل صوتكم للسيد رئيس الوزراء المناشده. متابعينا بهذا البيت هو 2 من الشهداء اللي راحوا بالسير من الناصريه لمحافظه البصره بخليجه 25، كل العراق طلع وكلهم يعني كانوا فرحانين لأنه العراق، لأنه كنا احنا دخلنا بهذا الموضوع منافسين للدول الأخرى، نريد يعني نثبت انه شنو العراق وشنو هو بعده بخير وناسه موجودين وكل الأمور الطيبة اللي موجودة، لكن للأسف الشديد يعني ما اكتملت الفرحة عند شبابنا اللي راحوا نتيجة اللامبالاة. إن شاء الله نلتقيكم بالمصرف خلال التسليم. حياك الله.